السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فيما يلي التشكيلة التي اختارها ربان الفريق الوطني لمواجهة جورجيا اليوم: ياسين بونو، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نيف أكرد، غانم سيس، يحيى جبران، حكيم زياش، عز الدين ناحي، سليم أملاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري. فاز منتخب المغرب على جورجيا ب3-0 في المباراة الودية التي جرت في الشارقة الإماراتية، وتدخل هذه المباراة في إطار الاستعدادات لمونديال. ودخل المنتخب الأسود المباراة مهاجما، وفي الدقيقة الخامسة تمريرة من زياش من الجهة اليمنى قضى عليها بوفال بتسديدات. الحارس جورجي تصدى للكرة وعادت لنصيري الذي سجل الهدف. وواصل المنتخب المغربي ضغطه رغم تقدمه، ومرة أخرى توصل نصيري بالكرة في مربع العمليات وسدد من مكان مناسب، لكن الحارس أبعد الكرة. ومن محاولة خطيرة من إيشويلي توصل بالكرة في مربع العمليات وسدد بقوة. الحارس بونو تصدى للكرة بنجاح، وكان واضحا أن المنتخب المغربي كان مسيطرا على الإيقاع، وكانت أغلب المحاولات تأتي من الأطراف من حكيمي وزياش من الجهة اليمنى. ولأن الهدية لا ترد، خطأ في التمرير من دفاع جورجيا، الكرة تصل لزياش الذي سدد من وسط الملعب واستغل خروج الحارس وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30. وتفنن لاعب المنتخب المغربي الذين تسيدوا هذا الشوط بتقنياتهم والمترابطات التي كانت بينهم، وتعذب الدفاع الجورجي والحارس في التصدي لمحاولات حكيمي وأناحي وبوفال الذين تحركوا كثيرا وضيعوا عدة فرص. وأدخل الركراكي في الشوط الثاني حمد الله ومزراوي وأمرابط، وبدا واضحا أن المنتخب المغربي آثر عدم الاندفاع كثيرا وكان يناقش المباراة بدون ضغط كبير، بينما كان يبحث المنتخب الجورجي عن التهديد، لكن اللمسة الأخيرة كانت تخونه. وفي الدقيقة 70 أعلن الحكم عن ضربة جزاء للمغرب سجل منها بوفال الهدف الثالث، وسنحت فرصة أيضا للزروري من تسديدة ولعطية الله قبل أن تنتهي المباراة بفوز مستحق للأسود. هذه تحليل مباراة اليوم الودية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الجورجي. حكيم زياش: كل الكرات التي كانت تأتي من يسرى حكيم زياش خلال ودية المغرب وجورجيا كانت تتسم بالقوة والخطورة، وقد رأينا كيف كانت تمريراته دقيقة ومركزة وتحمل في طياتها الرعب إن صح التعبير. وقد سجل من إحداها يوسف نصيري الهدف الأول، كما كاد حكيم يسجل من تمريرات أخرى، لكنه لم يكن دقيقا في التنفيذ. والكرة التي كانت مثيرة بالفعل من قدم زياش كانت في الدقيقة 29 عندما سجل الهدف العالمي والأسطوري من تسديدة مركزة سددها من نصف الملعب، عندما فطن إلى أن الحارس مرمى المنتخب الجورجي كان متقدما وبعيدا عن مرماه. وأظهر سليم أملاح خلال الشوط الأول من ودية المنتخب المغربي أمام نظيره الجورجي أنه متعطش لخوض المباراة فعلا، بعدما استبعده مدربه من منافسات ستاندرد ليج منذ فترة ليس بالقصيرة، وربما يكون قد استفاد من الفترة التي ابتعد فيها عن المباريات ليكون جاهزا للمونديال ومن دون أي إرهاق. أملاح ظهر متوثبا ومتحمسا أمام جورجيا، وكان جيدا في التوغل والمراوغات والبحث عن خلق متاعب لدفاع المنتخب الجورجي. وقد شاهدنا كيف كان قريبا من الحصول على ضربة جزاء، كما كان قريبا من صناعة أكثر من هدف. لكن ما يعاب على أملاح خلال هذه المباراة هو اندفاعه الساذج الذي قد يسبب له إصابة لا قدر الله، فهو مندفع أكثر من اللازم، وعليه أن يحتاط كثيرا وأن يبتعد عن الالتحامات التي لا طائل من ورائها، فهذا مجرد مباراة ودية وتلعب في وقت حساس جدا. أما فيما يخص يوسف النصيري، قدم يوسف النصيري أداء مقنعا خلال الشوط الأول الذي شارك فيه في ودية المنتخب المغربي أمام نظيره جورجي، ليس فقط لأنه سجل لأسود الأطلس هدفه الأول في المباراة، لكن أيضا لأنه كان يتحرك على كل الواجهات في خط الهجوم، كما كان أحيانا يتراجع للخلف إما بحثا عن الكرات وفتح الممرات أمام بوفال، وإما للدفاع والبحث عن استعادة الكرة. تحركات نصيري تجعل منه مهاجما متأهبا لخلق الخطورة في كل وقت وحين، خصوصا أنه يتميز بالتحرك المستمر ودقة الانطلاق، وقد أظهر بالفعل أنه مهاجم لا يؤتمن، وقد كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف. ولم يكن يحيى جبران سيئا خلال المباراة التي لعبها أمام جورجيا، حيث بدأ
المباراة أساسيا مكان سفيان أمرابط الذي بقي في كرسي الاحتياط، وقد قدم جبران أداء لا بأس به، وأظهر أنه بمقدوره أن يكون بديلا ملائما وقطعة غيار تصلح للحالات الطارئة في حال غياب أمرابط. فهو اللاعب الذي يملك قدرة كبيرة على كسر الهجومات الخصم واستعادة الكرات. وعند دخول أمرابط عمد الناخب الوطني الركراكي للإبقاء على جبران ليلعب أسود الأطلس بمدافعين اثنين على مستوى خط وسط الميدان ليستعيد الكرات معا ويكسر الهجمات أيضا معا. وقد عمد الركراكي إلى هذا الخيار لأنه الحل المناسب الذي سيعتمد عليه في مباريات المونديال. كما أثار أشرف حكيمي الكثير من القلق والتوتر في دفاعات المنتخب الجورجي خلال وديته أمام المنتخب المغربي، حيث كان بين الفينة والأخرى يطلق ساقيه للريح ليتوغل في منطقة الخصم ويتجاوز كل الحواجز والمتاريس ويهدد مرمى الجورجيين. ولو كان حكيمي دقيقا في التنفيذ لسجل هدفين على الأقل خلال الشوط الأول، لكنه كان يتسرع بعض الشيء. لكن المثير فعلا أن حكيمي كان ينطلق كعادته في الرواق الأيمن ليفرض سيطرته في الانطلاق السريع، وهو الشيء الذي يعشقه كثيرا، إذ لا يمكنه أبدا أن يكتفي بالدور الدفاعي دون أن يمارس ما يتقنه وهو الاندفاع للهجوم بفاعلية كبيرة وبسرعة فائقة. واعتمد وليد الركراكي على سفيان أمرابط خلال الشوط الثاني فقط، حيث احتفظ به في كرسي الاحتياط ولعب به أساسيا يحيى جبران. لكن في الشوط الثاني اعتمد عليهما المدرب معا ليشكل صمام الأمان على مستوى الخط الدفاعي، حيث كان مهتما معا بكسر هجمات الخصم واستعادة الكرات. وظهر أمرابط بصلابته المعتادة معتمدا على لياقته البدنية وتدخلاته القوية، لكن ما عابه خلال هذه المباراة هو التباطؤ في التمرير، وأحيانا كان يعتمد على التمريرات القصيرة في منطقة الدفاع عوض أن يمرر إلى الأمام سريعا لصناعة الانطلاقات. وقد يكون هذا التباطؤ مكلفا في حال مواجهة المنتخبات العملاقة خلال المونديال. خلال لقاء المنتخب المغربي ونظيره الجورجي ظهر واضحا بأن لاعب خط الوسط سليم أبن الله يبحث عن استعادة الثقة التي فقدت مؤخرا بعد غيابه عن التنافس مع فريق ستاندرد ليج الذي أبعده عن التشكيل رفضه تمديد عقده. أملاح حاول التعامل مع المباراة بذكاء، فوجد نفسه مطالبا بالركض كثيرا من أجل افتكاك الكرات من لاعب منتخب جورجيا من أجل صناعة اللعب، وهو الأمر الذي جعله يعاني بدنيا ويسقط في فخ الأخطاء. مقابل ذلك سيكون زميله بوفال الذي يملك فردية جد محترمة مطالبا باستثمارها بشكل جيد من أجل أن يكون أكثر فاعلية أمام مرمى الخصوم، خاصة وأن اللاعب يصعد في أكثر من مناسبة ويتلاعب بأكثر من مدافع، وفي نهاية المطاف تضيع منه الكرة بسهولة، وهو الأمر الذي لا يجب أن يتكرر كثيرا خاصة في المونديال كي نستفيد من قدرات نجم أونجي الفرنسي. استعاد نايف أكرد الكثير من ثقته في النفس ولعب بهدوء من خلال الثنائية التي شكلها مع غانم سيس في وسط خط الدفاع، وقد ظهر مرتاحا كما اعتاد على ذلك وكأنه لم يغب عن مباريات الأسود الأطلس السابقة. ظهور أكرد جاء في الوقت المناسب وقبل الانطلاق منافسة المونديال، وستمنح عودته الأمان والاطمئنان لخط الدفاع وخصوصا مع تواجد زميله سيس. وقد شاهدنا أمام جورجيا كيف أن الدفاع المغربي كان مترصا وصامدا، رغم أن هجومة الجورجيين لن تكون أبدا في مستوى قوة مهاجمي المنتخب المنافسة لأسود الأطلس في المونديال. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.